اذا راح نمسحوها كامل. شوفوا هكا قلت لكم المصاحف، لانه كاين بزاف ناس يحبوا يحطوا يعني الكتابات يشبحوا بهم، ولا عندهم قلت لكم مكتبات في البيت ويخافوا على كتاباتهم باش يتلفوا. اذا هنايا قلت لكم ما عليكم غير نجوزوا عليها بكريم هكذايا. شوفوا كيفاش هكذا راه رايح يعني يتلم على الكتاب تاعنا، وبالتالي راح نحافظوا عليه مده اطول. وحتى هذا النوع يعني تاع الاغلفه راه رايح يشد معنا، ونتخلصوا كذلك من الغبره. هذا بالنسبه للغلاف الخارجي. اما بالنسبه يعني للاوراق من الداخل، فممكن يعني انه نجيبوا شويه تاع بيكربونات الصوديوم هكذايا، ونفتحوا الكتاب تاعنا هكذايا، ونحطوا بعض يعني البيكربونات هكا، يعني نوزعوها في الكتاب ونغلقوا عليه ونخلوها. اولا بيكربونات الصوديوم ما راهيش رايحه تلف لنا الكتاب، بالعكس راهي رايحه يعني تمتص هذيك الرطوبه اللي تكون لداخل، خاصه اذا كانت الغرفه يعني فيها نسبه رطوبه عاليه جدا، هي اللي راهي راح تؤدي ولا تسبب لنا في اتلاف هذه الاوراق تاع الكتاب تاعنا، ولا في تعطي هذاك اللون المصفر يعني. اذا فبالتالي هكا بيكربونات الصوديوم لما قلت لك نحطوا شويه في بعض الصفحات من الكتاب يعني، فهكذا راكي راح تحتفظي على الاوراق تاعو. وكذلك بالنسبه للكتب اللي ممكن نحتفظوا بها يعني في العلب ولا في لي كارطون، ولا نحبوا نخبيوها، ممكن كذلك يعني نحطوا شويه تاع بيكربونات الصوديوم